أهنئ الشعب العراقي العزيز، أبناء بلدي من سفارة جمهورية العراق في دمشق. أرفع لهم أعلى آيات الحب والتقدير والمباركة بهذا العيد، عيد الله الأكبر، عيد الأضحى المبارك. وأهنئ قيادة العراق وحكومة العراق وشعب العراق والقوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي التي تقاتل من أجل الدفاع عن أمن العراق. حقيقة نحن إخوانهم في السفارة العراقية نتأمل أن نحقق رغباتهم، ونأمل أيضا أن نقوم بخدمات إلى الجالية العراقية الموجودة. فباسمي وباسم كادر السفارة والجالية العراقية المقيمة في الجمهورية العربية السورية ننقل خالص التهاني لأبناء شعبنا العراقي العظيم، وإلى قيادة العراق وإلى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، وخاصة ما يشهده العراق بفضل حكومتنا الوطنية حاليا من أمن وأمان واستقرار وتطور في جميع المحافل. طبعا نتقدم بشكرنا بداية إلى قناة العراقية لجهودها ولتواصلها مع السفارة والجالية العراقية اليوم في دمشق، وباسمي وباسم زملائي في السفارة العراقية نتقدم بأسمى آيات التبريكات والتهاني إلى الشعب العراقي الكريم، شعبنا العزيز بهذه المناسبة. كما نقدم تهانينا إلى الحكومة العراقية التي تقوم اليوم بجهد جبار في تقديم الخدمات ما يلمسه الشارع اليوم، الشارع العراقي. نتمنى المزيد من النجاح ونتمنى الموفقية لحكومتنا طبعا، كما نتمنى لشعبنا الكريم العزيز الموفقية أيضا، ونتمنى له عيدا مباركا ميمونا.